مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات من القلب مع بشرى. بعجينة واحدة وبدقيق حضري 3 أنواع خبز الدار، خبز محشي وخبز الهامبرجر، طري خفيف وناجح من أول تجربة، بدون عجن وسريع التحضير. وحنشارككم طريقتي الخاصة كيفاش نطيب الخبز. وصفة واحدة راح تختصري بها الوقت وتبهري العائلة بكل أنواع. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس بيوصلكم كل جديد. ونبدأ وصفتنا. ونبداو اول حاجه بالحشو، لانه العجينه تاعنا سريعه التحضير والحشو لازم يكون بارد. الحشو هذا رائع وبنين، جربوه على طريقتي مش حتندموا. عندي هنا حبه بصل قليتها مليح وضفت لها 2 سنات ثوم حتى تقلاو مليح، ومن بعد ضفت لها كميه من الفيون داشي، وتقدروا هنا تعوضوه بسكالوب مرحي ولا حتى سكالوب مكعبات. ضفت له وخليته يتقلى مليح، ومن بعد ضفت له ملعقه صغيره ملح، فلفل اسود، كركم وكزبرة مطحونة، ونصف ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، وزيت خليتهم يتقلاو مليح، وضفت لهم في نفس الوقت كمية قليلة من الماء حوالي ربع كاس تاع ماء، وخليتهم يتقلاو مليح حتى طاب لي الفيونداشي والطماطم. ومن جهة أخرى حطيت 2 ملاعق كبار تاع زبدة حوالي 40 غرام، خليتها دابت، وضفت لها 2 ملاعق كبار تاع فرينة وخليتها تتقلى مليح، وضفت لها نصف لتر حليب، وخلطت المكونات مليحة باه ما ديرناش كتل، وخليتها على نار متوسطة حتى عقدت، وضفت له القليل من الملح والفلفل الأسود. والبيشاميل في الوصفة هذه لازم يكون ثقيل مش خفيف. هكا خليت البيشاميل تاعي يعقد شوية زايد على اللي موالفينه، وخليته وغطيته وخليته يبرد، ومن بعد نعت لكم كيفاش حنخلطوه. ونروحوا دوك لعجينة خبز الدار. خطوات راهي سهلة، تبعوا معايا. عندي هنا 2 كيسان حليب ولا ماء ولا حتى حليب لحظة، لازم يكون دافي. ضفت له هنا 2 مغارف كبار تخمير الخبز معمرين، مغرف سكر كبيرة وبيضة، وأقل من نصف كاس تاع زيت. وخلطت المكونات وخليتهم يتخمروا لمدة 5 دقائق. في حالة الجو بارد أما الجو سخون 2 دقائق تكفي حتى تتفاعل الخميرة بك. وضفت هنا 2 كيسان سميد معمرين مليح، ومن الأفضل يكون السميد تاعكم رطب يعطي ذوق روعة. وضفت تاني نصف ملعقة كبيرة تاع ملح، وخلطت المكونات باستعمال باتير مليح. عفوا هنا في الفيديو تقطع لي الجزء هذا هكا ما لقيتش كيفاش نصوره لكم من جديد. المهم كما قلت لكم ونعاود نأكد، ضفت نصف ملعقة كبيرة تاع ملح، وخلطت باستعمال باتير كما قد موضح في الفيديو بالبغاء هذه اللي تجي على شكل حلزوني اللي موضحة في الفيديو. خلطوا بها لمدة 5 دقائق برك، ومن بعدها خليوا العجينة تاعكم تريح من 5 ل 10 دقائق حتى يتضاعف الحجم تاعها. وضفت لها هنا كاس فرينة، ومن الأفضل يكون مغربل، وتاني نصف ساشي خميرة الحلويات، وخلطت مليح. واستعملت الذراع اللي استعملته في المرة السابقة، ذراع الخطاف هذا كما قلت لكم يجي على شكل حلزوني، يعاون بزاف على العجن ويجيكم الخبز تاعكم يجيكم خفيف روعة. ولا ما عندكمش تقدروا تستعملوا الملعقة ولا حتى تستعملوا الباتر تاعنا نورمال، قصدي الذراع تاع البيض نورمال، هذيك راهي تعاونكم تاني في المرحله هذه. وخلطت مليح هنا، ولازم تخلطوا مليح هنا في المرحله الاولى هذه حتى تلقاو الخليط تاعكم بياض. اما الكاس الثاني هنا لازم تضيفوه على دفعات، ما تقدروش تضيفوا الكاس الثاني دفعه واحده، لان كل فرينه وكل دقيق كيفاش قادر يتشرب. كاين اللي يتشرب السميد والفرينه يتشرب مليح السوائل هكا قادرين ما تكملوش الكاس الثاني، وكاين اللي ما يتشربش مليح هكا قادرين تكملوا الكيله تاع الكاس الثاني بكل. وهنا استعملوا يديكم، حاولوا بك دخلوا الفرينه في العجينه. هنا ماكم حتعجنوا ما والو لان العجينه تاعنا راهي معجونه اصلا. حاولوا بك شيحوا الفرينه تاعكم كما قلت لكم. الكاس الثاني راهو يتحط على دفعات. نصيحه هنا للمبتدئات، كما تكملوا نصف الكاس الثاني تكملوا نصف الكاس تاعو، حاولوا اغسلوا يديكم ولمسوا ثاني ساعه قوام العجينه تاعكم وشوفوا باه تعرفوا العجينه تاعكم ولا جاريه ولا شاحت. على ساعات كما تكون يديكم اصلا مطلي بالعجينه ما تقدروش تعرفوا قوام العجينه مليح. كيما هنا غسلت يديا ومسيت العجينه تاعي باه نشوف ولا تزيد تحتاج فرينه ولا ما تحتاج. لقيت العجينه تاعي راهي ما تحتاج خلاص فرينه. كيما قلت لكم من قبل القوام تاعها لازم يكون يتلاصق كيما موضح في الفيديو. وهذه كميه الفرينه اللي بقات لي من الوصفه.
وهنا ملاحظة صغيرة بك، الوصفة تاعي هنا دات لي 25 دقيقة راحة من بداية الوصفة حتى دوك المرحلة هذه، لأن الجو بارد شوية. نتوما قادرة تديلكم فترة أقل كيما يكون الجو سخون. وكما قلت لكم خليت العجينة تاعي تما خمرت، وهذا القوام تاعها بعد ما تخمرت نحكم نهبطها شوية ونقسمها على زوج. ولا درتو خبز الدار، وصفة خبز الدار حتجيكم حق زوج خبزات كبار في بلاطو 35 سنتيمتر، ومش حيجيكم الارتفاع تاعها كبير، بصح ولا حبيتوا الارتفاع خبز الدار تاعكم يكون أكبر تقدروا ديروا في بلاطو أصغر. ونبدأ معاكم أول حاجة بوصفة خبز الدار، حنشارككم طريقتي الخاصة كيفاش ونطيب الخبز الدار ولا الخبز بشكل عام. أول حاجة هنا حكمت هانتي دير شوية زيت باه شكلت العجينة تاعي وتجيكم سهلة وباه ما تلصقلكمش في يدكم. ولازم هنا تدهنوا البلاطو تاعكم مليح مليح بالزبدة باه ما يلصقلكمش الخبز من بعدها. وحاولوا طرحوا العجينة تاعكم بكل بنفس المستوى. ودرت ثقب في النص باه يعاونني باه نعرف العجينة تاعي تخمرت ولا لا. هذه الطريقة مليحة خاصة للمبتدئات باه تعرفي مستوى التخمر اللي وصلت ليه العجينة تاعك، خاصة كما يكون الجو بارد. ودهنت العجينة تاعي من فوق بحبة صفار بيض، خلطت معاها شوية حليب، وزينت كما موضح في الفيديو بشوية سينوج وجلجلانية، وخليتها على جنب تتخمر. وهنا بعد ما تخمر الخبز تاعنا حطيته في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة لمدة 15 دقيقة بالضبط. متأكد مدة 15 دقيقة بالضبط، ما تخافوش العجينة تاعكم الخبز تاعكم حيطيب. وهنا بعد ما تلقاو العجينة تاعكم تنفخت وضعف الحجم تاعها تلقاوها تاني شاحت من فوق. هنا بعد ما مرت 15 دقيقة شعلوا عليها من فوق لمدة 10 دقائق على الأقصى حتى تلقاوها تحمرت بكل من فوق العجينة تاعكم. وهنا بعد ما تحمر العجينة تاعكم كما موضح في الفيديو، أنا هنا حكمت خرجت العجينة تاعي نحاول نفك الجوانب اللي لصقوا لي في البلاطو ونقلب العجينة تاعي. بعد ما تقلبوها زيدوا عاودوا حطوها في الفرن، شعلوا ليها في المرحلة هذه تاني من فوق بك، وحطوها لمدة 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى تحمر. بهذه الطريقة تعطيك طراوة وقرمشة للعجينة من تحت كيما من فوق، ما تلقاوش الطبقة التحتانية تلقاوها قاسية. وحتلقوني في صندوق الوصف شرحت لكم الطريقة بالضبط وفائدة الطريقة هذه. وهذه العجينة تاعي الثانية حنقسمها على زوج باه نخدم بها خبز الهامبرجر وخبز المحشي. كيما مع الاول دهنت يدي بالزيت وقصيت العجينة هنا الكريات الكبار الخبز الهامبرجر درتهم حوالي 100 غرام يجيو خبز هامبرجر متوسط الحجم ومليح الحجم تاعو. اما الكريات الصغار الخبز المحشي درتهم حوالي كل كرية 65 غرام. الحجم تاعهم حيجي حجم خبز محشي كبير مليح، يجي شويه كبير. حطيتهم على جنب، ومن الافضل ما تكوروهمش، خليو كل ما تجيو تخدموا بالحبه باه كوروها. نبدا دوك معاكم بالوصفه الثانيه. هنا وصفه خبز الهامبرجر. بعد ما شكلتها كما قلت لكم حجم الكريه راهو 100 غرام، كورتها مليح ومن بعد ضغطت عليها من فوق باه السمك تاعها ينقص شويه. لازم ما تكونش السمك تاعها ضعيف، ما ديروهاش رقيقه، ادخلوا ضغطه خفيفه برك. وحطيتها في بلاطو مدهون بالزبده، ودهنتها كما موضح في الفيديو بصفار البيض، خلطت معاه شويه حليب ودهنوها مليح من فوق، وزينتها بالسينوج والجلجلان وخليوها تسخمر على جنب. وبعد ما تخمرت حطوها في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة، وبنفس الطريقة اللي درناها المرة الأولى. بعد ما طابت على 180 درجة لمدة 15 دقيقة نشعل عليها من فوق ونخليها الزيت تعاود تحمر، ومن بعدها نزيد نعاود نقلبها ونشعل عليها من فوق تاني باه تحمر الطبقة التحتانية اللي قلبناها بنفس طريقة خبز الدار. وبعد ما طاب خبز الهمبرجر هنا حكمت قصيته على زوج، وفي مقلة سخونة هنا حطيت ملعقة صغيرة تاع الزبدة، دوبتها مليح وحمرت الخبز تاعي من الداخل باه يتقرمش وتجي قرمشة خفيفة. اما الحشو تاعنا كما قلت لكم من قبل حشو بنين رايا. عندي كميه من الفيونداشي اللي خدمناها من قبل مع بطاطا مقليه، وصوص البيشاميل تاعنا اللي قلت لكم لازم يكون عاقد. خلطوا المكونات مع بعضها، وهنا تقدروا تحبوا تزيدوا جبن مبشور يعطي تاني ذوق روعه خاصه ولا جا من نوعيه مليحه. ونروحوا دوك الخبز الهامبرجر نحشي بالحشو تاعي هذا في خبز الهامبرجر ونغلق عليه. وتحبوا تحطوا هنا كميه من الفرماج كما حطيت انا،
وتقدروا أيضا تحطوا صلصة وطماطم كيما خبز الهمبرجر العادي. أنا ما نفضلهمش هكا، ما حبيتش نحط. ومن بعد في البانينوز حمروها مليح حتى تدي قرمشة من فوق ومن تحت. وهذه هي الوصفة الثانية تاعنا. ونروحوا دوك للوصفة الثالثة. والوصفة الثالثة تاعنا خبز محشي. هنا شكلت العجينة تاعي كريات كما قلت لكم من قبل، شكل كرية 65 غرام. وهنا لازم تحطوا كمية مليحة تاع الزيت وطرحوا العجينة دوائر، وحاولوا تضحوها رقيقة. السمك تاع العجينة هنا حاولوا ما ديروهش خشين وما تخافوش، لأن السمك تاعها بعد كما تنتفخ حيجي سمك رائع. ومن بعد هنا حكمت حشيت بالحشو اللي عندي اللي درناه من قبل، وحطيت الطبقة الثانية وغلقتها كما موضح في الفيديو. وحاولوا غلقوها مليح وضغطوا عليها. وبنفس الخطوات السابقة حكمت دهنت البلاطو تاعي بالزبدة، ومن بعد حكمت دهنت الخبز تاعي بصفار البيض عفوا، وخليته يتخمر على جنب. ومن بعد عاود حطيته في الفرن على 180 درجة، طاب لمدة 10 دقائق من تحت. من بعد شعلت عليه 10 دقائق أخرى من فوق. من بعد عاود قلبت الحبات وطيبتهم من التحت نفس الطريقة المتبعة من قبل. وهذه وصفاتي اليوم معاكم: خبز محشي، خبز الهمبرجر، خبز دار. رغم انهم الثلاثة بوصفة واحدة، بصح كل وصفة عندها مذاق مختلف وخاص بها، وتاني عندها قوام مختلف. اللي دوقها مش حايش تأكد بأنها مخدومة من نفس العجينة. نبدأ لكم أول حاجة بالخبز المحشي. شوفوا الخبز المحشي تاعي خفيف وهش وسفنجي، وما يجيش خلاص معجن ولا شايح. مع الحشو تاعو يجي روعة روعة. جربوا الوصفة هذه بإذن الله مش حتندموا. أما خبز الهمبرجر خفيف كالقطن بقوام هش وناعم. شوفوا القوام تاعو كيفاش خفيف. أما بالنسبة كما حطيته في البانينوز ولا القوام تاعو أروع، طري وطازج وفي نفس الوقت عنده واحد القرمشة رائعة، ويحافظ على القوام تاعو مع أثقل حشوات، والريحة تاعو تشحي. جربوها ونعاود نأكد، جربوا الوصفة هذه والله حد تدمنوها، وصفة رائعة رائعة. أما خبز الدار خليته للآخر، لأني دايما نخلي أفضل حاجة للآخر، مش لأن أفضل الوصفات من قبل مش رائعة. بصح أنا من محبي خبز الدار. خبز الدار هذا راهو روعة روعة روعة، من أروع الوصفات اللي دايما نديرها خاصة بعد كما نكون مزروبة ولا حتى مش مزروبة، يجي روعة وخفيف. جربوا الوصفة هذه بإذن الله مش حتندموا. وهكا وصلنا لنهاية وصفتنا اليوم. نتمنى تكون عجبتكم وجربوها بإذن الله مش حتندموا. وتركوا لي في التعليقات رأيكم في الوصفة، ونلتقي بإذن الله في الوصفة القادمة.